ده فيديو من سلسلة الفلوجات اللي انا قلت اعملها وما نزلش منها غير فيديو واحد. بصراحة هو جايب مشاهدات كتير، بس يعني حصل مشكلة فما نزلناش. فنكمل السلسلة دي. دلوقتي انا كنت في سيشن من فترة كبيرة الصراحة. آه فوانا قاعد لقيت لك الانستراكتور بيقطع ورق، بيقسموا علينا كل واحد ورقة، فاستغربت يعني. فلقيته بيقول لك اكتب في كل ناحية، اعمل الورقة كده طبقها اتنين واكتب في كل ناحية اكتر حاجة انت بتحبها، اكتر حاجة بتحبها يعني اكتر حاجتين انت بتحبهم. فتمام، كتبت وراه، كتبت كده وتمام الدنيا. خلصنا بعد كده قال لك اقسم الورقة نصين واختار حاجة تقدر تستغنى عنها وحاجة تانية انت بتقدرش تستغنى عنها. فتمام، عملت كده برضو واديت ورقة وقال كل واحد الورقة اللي هو ما يقدرش، اللي هو استغنى عنها دي اديها لي، وخلي الورقة اللي هو ما يقدرش يستغنى عنها دي معاه. فتمام، اديت له الورقة. بعد كده خد مننا، جمع مننا الورقة اللي هي التانية، اللي هي اللي انا اخترتها، اللي انا ما رضيتش اتخلى عنها. خدها. وبعد كده يعني لخبط الورق وخلى كل واحد فينا ياخد ورقة التاني. الفكرة بقى مش في كده خالص، الفكرة ان كل واحد كان عارف الورقة، مع ان احنا معرفتنا ببعض ما كانتش كبيرة، كان كل واحد في الستيشن عارف الورقة دي بتاعت مين. فالدرس اللي انا استفدته من كل ده، ان الحاجة اللي انت بتحبها او الحاجة اللي انت شايفها كويسة، هي الحاجة دي بتأثر على شخصيتك، ويبقى باين قوي ان شخصيتك، يعني مثلا كان في واحد كاتب النوم دي اكتر حاجة هو بيحبها، ده تعرف. فيبقى باين قوي على شخصيتك الحاجة اللي انت بتحبها. ف بس يعني في حاجة زي كده عرفتني ان البني ادم من الحاجات اللي بيحبها هي اللي بتأثر على شخصيته. برضو درس تاني من ناحية تانية، ان انت الحاجة اللي بتتخلى عنها عشان حاجة تاني، يعني انت دلوقتي اتخليت عن حاجة عشان حاجة تاني احسن، لازم أن تكون الحاجة التانية احسن دي فعلا تستاهل. فاهم؟ بس يعني هو ده كان فلوج النهاردة، ان انت الحاجة اللي بتحبها هي بتبان عليك جدا وبتأثر على شخصيتك، فما تحبش حاجة تكون مضرة او حاجة وحشة تأثر عليك بالسلب. بس شكرا جدا.